حرفيا هذا الفرق بين السرى والسريا، انك تكون عم تلعب مباراة رسمية وينزل لعندك احد المشجعين وعادي عندك انه تتوقف المباراة كرمال انك تحضن هذا المشجع وتحقق له حلمه، وبين انك تكون عم تلعب مباراة ودية وينزل لعندك كمان احد المشجعين وانت تتصرف معه تصرف سيء تدفشه وتبعده عنك كرمال ما يقرب عليك. يعني الاسطورة رونالدو ما كفى انه يكون الافضل بكل شيء بكرة القدم، لا كمان بده يكون الافضل على الصعيد الانساني وبده يكون الافضل بالحياة الاجتماعية. فلما بنقول انه الكلام خلص فيك يا رونالدو فعليا بيكون الكلام خلص فيك، لانه ما بقى في شيء ممكن الواحد يحكي فيه. يعني ما بقى في شيء، ما بقى في طريقة الواحد يمدحك فيها. خلص خلصنا كل شيء مديح، كل شيء كلام حلو حكيناه بحقك. ختمت يا رونالدو، ختمت من كل النواحي. طبعا الواحد لازم يحكي الحق انه السجود لغير الله عز وجل شيء مرفوض بشكل كامل. مستحيل انه نتقبله انك تسجد لغير رب العالمين. السجود لله فقط. انا ضد هذا التصرف، ماني معه ابدا. حتى لو بيكون رونالدو اخ من اخواتي مستحيل اني اتقبل هذا الشيء، عشان ما تيجي تقولوا لي والله حمدون